مرحبا. مرحبتين يا هلا. كيفك؟ الله يخليك يا رب. شو الأخبار؟ منيح ما في مثل الحمد لله. بدي نروح نتمشى لهنيك. عرفني عن حضرتك. عبد الملك. عبد الملك، هلا عبد الملك. عليكي. من وين أنت؟ من أي محافظة؟ أهلا وسهلا. شكرا. عبد الملك، ليش دايما يقولوا الرجل خائن؟ هي عادات. عادات وتقاليد. هي سيم من عنا نحن. بس الموضة الحوالية اللي لازم تسأليها انه ليش المرة اللي بتخون؟ زمن جدي كان يخون، بس المرة ليش هلا عم تخون؟ المرأة عم تخون؟ كيف يعني المرأة عم تخون؟ هلا صار بالجيل هاد تمام كله اللي طالع هلا كله خيانة. خيانة من طرف الرجل مو من طرف المرأة. مرة ملاك نازلة من الجنة. طبعا نازلة من الجنة. هي اللي نزلت آدم من الجنة. صادفت مرأة عشت حالة حب وخانتك؟ لا والله. سكتك وردك بعد ثواني ايه بتقول؟ انخنت؟ لا طبعا اكيد. دايما المرأة وقت اللي بتخون لأنه صار في تقصير. لو ما هو خانة مع حدا. ما سكرت باب البراد يمكن تخون اصلا لانه عقله هيك قده. شلون يعني ما سكرت باب البراد؟ ما فهمت. يعني شيء تافه يمكن تخون شيء. طبعا حيشاكي انه انت كبنت. لا انا ما اقصد انه حيشاكي كبنت او الكلام لا موجه لي ولا موجه لإلك. مع مرة كمان نفسها صح؟ تمام. مو نفسها بتخون المرة. فالرجل اكيد يعني لما تلاقي هون مقصرة اكيد داروا عند غيرها صح؟ والمرة كمان نفس الشيء، بس هذا ايام زمان نحن كنا هيك. نحن كنا ايام زمان من ايام جدي وجدك كانوا الخيانة للرجل وهالقصص هي، بس هلا صارت المرأة هي اللي تخون، صارت انه بشغلة عادية يمكن تليفون ايفون تمام تخون زوجها او تخون حبيبها كرماله. بصراحة طبعا حيشاكي. هذا الشيء شايفينه هون. يعني عم تتعرضوا انتم لهي القصص كثير بالوقت الحالي؟ هذا المؤاخذة ما ناقصنا لا ايد ولا اجر. يعني حيشاء ادرك وحيشاكي لما بدها تجي وحدة قليلة قيمة اكيد حدا حاوية، يعني هي نهايتها. انت منخان؟ انا مستحيل انخان، ليش لا انخان؟ ما ناقصني شيء الحمد لله، مبسوط ومكيف عم باكل وبشرب. ليش محتد كل هذا؟ ليش محتد انه لا بتخون؟ لا اكيد بتخون. هلا فينا البنات، هلا كلياتنا عنا اخوه وعنا بنات، الله يستر على حريمات الجميع، بس يعني كل وحده متربى على الاصول، وهلا على عادات هي صارت ما في اصول. يعني ما في اصول، كلهم وعيوا ببلد غير بلدهم، يعني وعيوا على عادات وتقاليد. انت قديش مواليدك؟ مواليد 96. انت وعيت بسوريا، جزء من سوريا وجزء من تركيا، بس اللي وعي بتركيا هذا ما بيعرف شيء عن الاصول السوريه. لازم ما تحكي على البنت، لازم تحكي على ابو البنت اللي هو على اساس انه هو الزلمه اللي طالع البنت من بيتها، يعني فهمت علي؟ يعني هو لازم نعاتبه له. لا مو قصتي نعاتبه له، هلا في ايتام كثير، صار في ايتام كثير، صار في بعد مسافات كثير، يعني تلاقي الاب بالمانيا البنت بتركيا الام بسوريا. هذا الانفصال الاسري. نعم؟ ما ربيوا بكوكب ثاني، ربيوا معنا، احنا علمناهم. ربيوا معنا، بس كمان انت هون اول شغله طلبوها مننا بتركيا الاندماج، فهن ما بقى يركزوا بين سوريا ولا تركيا ولا اوروبا. هلا هي ما اندمجت بترتيبه انه هون المراه لرجل تمام، لا هون اندمجت بالخيانه بس فقط لا غير، والله صدقيني. طب هي وقت الخانت مع مين خانت؟ هلا انت قلت لي خانت مع مرة، فخانت مع رجل. بيعيبوا شيء، رجل اسمه رجل ما في شيء اسمه رجل ما بيعيبه شيء، اللي يعيب المرة بيعيب الرجل. الحياة للرجل للمرأة نفس الشيء. تمام. هلا هو المبدأ هو صح مزبوط، المبدأ هيك على الحالتين غلط. بس نحن عم بتقولي انه انتم الرجل خاينين، نحن كخاينين من ايام جدنا بنقول نحن الرجال خاين تمام، بس المرأة ليش هلا صار لازم المرأة مهشمة انه هو بيخون؟ معلش هي اذا خانت كبرى من الكبائر. هلا انت دخلتي بشغلات دين، انا ما فيني احكي لك شغلات. بس رب العالمين ليش دايما انه حل الاربعه؟ اذا تزوج اربعه انت بتقبلي زوجك يتجوز عليك اربعه او تنتين؟ لا ليش؟ ليش؟ بس فهميني. تحمل هذا الامر اكيد. حلو هالحكيات، ونحن بنحب السنه يا اخي، نحن بنركض على سنه محمد يا اخي. هو هيك الرجل. هو هيك لا بحكي لك جد يعني بصراحه. لا دايما الرجل اول ما يتزوج فبيبلش يحكي بالشرع والاربعه.
هذا هو الشرع اجباري. لما بتقلك بدي ايفون وبدي سياره مقصر مع وحده يروح يجيب الاربعه، ليش؟ حرام. لازم ما نتزوج، صح؟ صح مزبوط. انت عندك قدره؟ هو ولا انا. صرنا اثنين. يعني يعني كل الشعب هون مو متزوج، ليش؟ والنسب الانوثي كلياته، يعني صاروا البنات اكثر منهم كثير، 90% منهم ما لهم متزوجين، ليش؟ لا بالوقت الحالي، لحظة، بالوقت الحالي الكل عايش سنجل، سنجل كتير كتار، والمتزوجين عم يخونوا يا جماعة. هو المتزوجين بسبب المتزوجين عم يخونوا، ونحن العزابية ضلينا عزابية، ملاحظين؟ طبعا شيء اكيد، لانه ليش؟ يعني عم نخون، هذا المقصد، ما حدا بعبي عيننا يعني. لا، الرجل متزوج خائن والعزابي ضل عزابي. انت ملاحظ هذا الامر؟ طبعا اكيد. ليش؟ والله ما بعرف اشرح لك، بس هذا بالاخير بالاصول، ضمن العوالم التربايه تبعه، تمام. في شخص عملت معه اقول لك شيء، لما انا بدي اشوف انه بنت اصول ومرباي مثل ما اللي متربي انا، اكيد مستحيل اخونها، لانه انا ابن اصول. بس لما بدي اشوفها بنت راكده على الماديه، لما بتشوفها انت، لما بتقول لك والله يعني مثلا انت ايش اسمك؟ يا محمد امشي عزمني على هالمطرح هذا، وانت ما معك زلمه، ما معك، وقلت لها الصراحه ابى اقص ايدي اذا ثاني يوم رح تقول لك او رح تشوفك اصلا، رح تعبرك. تحكي بالنسبه للخطيبه ولا بالنسبه للحبيبه؟ بالنسبه للزوجه، حتى الزوجه لما بدها تشوف رفيقتها انه المتزوجه جايب لها جوزها ايفون، ايوه شوفها، شوف طلعني يلعن حياتي. ايوه يعني هلا بدي اروح عند جوز رفيقتها، بدي اقول له ابوس ايدك لا تجيب، اذا جبت خبي مشان مرتي، او استنى اصمد انا مشان اجيب لها. زنجيل، هون المصيبه يعني، بدك تدعي ما يجيك عزيز. هون لما تكون بنت اصول شو بدك تساوي انت؟ لما بتقول لك انا عايشه على قدك انت، انا مبسوطه فيك كيف ما كنت انت، طالما رايد الستره معك تكون هي بتحبك. ايوه، ليش؟ هداك الوقت انت بتقطع من لحمك مشان طعميها، ما بتاثر بحقها. إيه طبعا في، اكيد عم بقول لك موجود هون بتركيا، والله اكيد من بيناتهم الموجودين هون. لا تستغربي. وعلى فكره يعني من ناحيتنا انا اول الناس، لا ما راح احكي انا عن حالي. هلا انا اول الناس لما بدي اشوف بنت مقصره بحقي ورايح عند غيرها وشايف عندها هذا الافضل، اكيد بدي اروح لعند هي، تمام. لانه ليش؟ عدم مؤاخذه، اذا هي انثى وهي انثى، بس هي عم تاثر بحقي، ما عم تعدني كرجل، وهي عم تعدني كرجل، عم تعطيني حقي، اكيد بدي اروح لعندها، او بترك التنتين عادي. يعني نحن هلا قلنا 4 يا شباب، صحيح؟ خلاص يا شباب، وشكرا لك، لا تاخذونا يا جماعه. سهلا، هلا.